شقة شبرا وروح الست نفيسة وضحكة الطفل المرعبة. نبدأ الحكاية بشقة شبرا اللي محدش قادر يعيش فيها أكتر من أسبوع. كل اللي بيخشها ما بيقدرش يكمل فيها أكتر من أسبوع وبيهرب بسرعة، وده لأنهم بيحسوا بروح موجودة في المكان. الشقة دي موجودة لحد دلوقتي في حي شبرا. القصة بدأت مع حسن ونوال، الأسرة الصغيرة اللي كانت بتدور على مكان بإيجار متواضع، ولسوء حظهم عرفوا عنوان الشقة دي وعرفوا إنها معروضة للإيجار بأقل تمن. ده بالإضافة إنهم بيأجروها بعفشها. جريوا عليها وهم فرحانين علشان يأجروها. ناس كتير حذرتهم في الشارع إنهم يبعدوا عن الشقة دي بالذات لأنها شقة ملعونة. لكن نوال لما صدقت تلاقيها هي وحسن وتقول له شايف يا حسن الناس بتخاف من خيالها لكن احنا هنقدر. ضحك حسن وقال لها يلا بينا احنا مؤمنين ومفيش كلام هيهزنا. وفعلا للأسف مضوا العقد وبدأت حياتهم في الشقة. ومن أول ليلة وبالتحديد 3 الفجر تصحى نوال على صوت كراسي بتتحرك في الصالة. قامت تبص لقيت الكرسي اللي في الركن بيتحرك لوحده بشكل بطيء جدا. جريت على حسن بسرعة عشان تصحيه من النوم اللي صحي مخضوض. قالت له الحق يا حسن في كراسي بتتحرك في الصالة. جري حسن عشان يبص ما يلاقيش ولا حاجة. لكن الحاجة الغريبة اللي لاحظها حسن ونوال إن ريحة البخور كانت مالية المكان. تاني يوم دخلت مريم بنتهم الصغيرة عليهم الأوضة وقالت لمامتها الست اللي كانت بتكلمني قالت لي ما افتحش الدولاب اللي في الصالة مرة تانية. نوال اتجمدت في مكانها من الرعب وكأن لسانها الشل وقالت لبنتها بصوت مرعوب أنهي ست يا مريم اللي انت شفتيها؟ هو في حد هنا غير انا وبابا وانتي؟ ردت مريم بكل براءة ايوه يا ماما احنا معانا الست نفيسة. ومن الليلة دي ما شافوش ولا يوم راحة. كل يوم خبط على الحيطان وخبط في الدواليب. حتى الدولاب اللي الست نفيسة حذرت منه مريم انها تفتحه بقى يتفتح لوحده. وفي يوم قرر حسن يفتح الدولاب. لقى جوه الدولاب صور لست كبيرة لابسة أبيض وورقة مكتوب عليها بخط قديم اللي ياخد مكاني مش هيعيش في أمان. وفي ليلة سمعوا صوت جاي من الصالة بعد ما باب الشقة اتفتح واتهبد. صوت ست كبيرة بيقول سيبوا بيتي أنا لسه هنا. وقتها حسن ما ترددش أبدا إنه يروح ويجيب شيخ عشان يقرأ في الشقة. وأول ما الشيخ بدأ يقرأ قرآن الدنيا كلها تعتمت من ريحة بخور ودخان كتير جدا، لدرجة إن الشيخ قال الست دي مش هتهدى سيبوها ترتاح وامشوا من البيت. تاني يوم نوال وحسن وبنتهم مريم سابوا الشقة ومشوا، ومن وقتها الشقة دي محدش قدر يهوب ناحيتها. الشقة لحد دلوقتي بيتسمع فيها أصوات بالليل، أصوات كحل ست عجوزة وأصوات ضحكة طفلة. حي شبرا تقريبا أغلبهم عارف الشقة دي ومسميينها شقة الحاجة نفيسة. وهنا خلص الفيديو. لو عجبكم لايك وشير وفولو للبيت. اكتبولي في التعليقات لو حابين النوعية دي من القصص ولا لأ. مستنية رأيكم. سلام عليكم.